ناضت اليوم الإخوان بن كيران رئيس الحكومة السابق وعزيز أخنوش في الحضور ديال المؤتمر ديال بن كيران. غادي نسمعوا الإخوان بن كيران اشنو قال، وغادي نسمعوا أيضا واحد البرلماني اللي بغى يدافع على الإخوان على أخنوش اشنو قال، واشنو بان لكم الإخوان في هاد الشعايله اللي نايضه الإخوان بين هاد الحزب ديال العدالة والتنمية والحزب ديال التجمع الوطني الأحرار. المهم الإخوان نسمعوا اشنو قال بن كيران، ومن بعد الإخوان نسمعوا شنو قال واحد البرلماني بغى يدافع على أخنوش، ونبداو على في مؤامره، فهمتي ولا كبر منك فهمتي، وتجي تقول لي نحضر، سا لا با سونس. سمحوا لي، النهار اللي نجح السي أخنوش جا عندي واحد العفريت، عندهم واحد العفريت تمايا في هذاك كود، جا عندي قال لي واش غادي تهنيه؟ قلت له ما غنهنيهش، ما غنهنيهش، انا فاهم وعارف هادشي كلشي علاش مبني، ليس مبنيا على شيء، والنتائج احنا كنهضروا عليها دابا باش تكون زعما الامور يعني واضحه. سمحوا لي، ملي تطرح في الاول الاخوان ديال اللجنه التحضيريه طرحوا هادشي، قال لك نعيطوا على كل شيء، قلت له لا، الله يجازيكم بخير، ما تحرجوناش، ما تحرجوهمش، صافي انتهى الكلام. حنايا دابا في معركه مع هؤلاء الناس، ولكن ماشي معركه سياسيه عاديه فيها التنافس، ما خلاو ما قالوا فينا، وهما اللي جبدونا، وهما اللي هبطوا معنا ياك السي عبد الله هو اللي قال لنا التخربيق، ياك يا حصيل كي تقول لي ربما بداك التخربيق باش راك هنا، حيت حنا اللي شدينا فيك وجريناك من فرنسا يا حصيل خليها الله. ونسمعوا دابا الاخوان الرد ديال واحد البرلماني اللي بغى يدافع على اخنوش. الاخوان شوفوا شنو بان لكم في الرد الاخوان فيه. دابا بن كيران قال ما يعرضش على خنوش. انا قلت لك اخنوش اصلا ما مساليش الويكاند، لانه تيكون في تواصل مع المواطنين والناخبين ديالو والمواطنين باش يشوف ينصت لهم ويشوف المشاكل ديالهم باش يجي نهار الاثنين يحلها.